تبدأ قصتنا في قرية صغيرة يسودها الهدوء والجمال. تعيش فيها فتاة جميلة تدعى روز، تقيم بمفردها منذ وفاة والدتها، وأصبحت الآن المسؤولة عن محل الخياطة العائلي. تقضي روز يومها كاملا بين ماكينة الخياطة والإبرة والخيط. في أحد الأيام تلقت طلب عمل من سيدة أرملة تدعى أنجل، كانت تستعد للزواج، فاتصلت بروز لتفصيل فستان زفافها. بعدها ركبت روز سيارتها وتوجهت إلى منزل أنجل التي كانت غاضبة وتصرخ لأن روز وصلت متأخرة. وأثناء عمل روز على تركيب أحد الأزرار ظلت أنجل توبخها بلا توقف، وقالت لها إن والدتها رحمها الله كانت أفضل منها في العمل وأكثر التزاما بالوقت. ظلت روز تعمل بصمت دون أن ترد. وفي لحظة وبينما كانت أنجل تتحرك وتتحدث اصطدمت بالإبرة، فسقط الزر الذي كانت روز تركبه وتدحرج حتى سقط في حفرة في الأرض. انحنت روز لتلتقطه، لكن أنجل واصلت الصراخ وإعادة الكلام نفسه. عندها غضبت روز فدفعت الزر عمدا ليسقط، لأنها تعلم أنه لا يوجد لديها أزرار إضافية. أمرتها أنجل بالعودة إلى المحل لإحضار أزرار أخرى فورا. فرحت روز لأنها ستتخلص منها مؤقتا. ركبت سيارتها وانطلقت، وفي الطريق تفاجأت برجلين ملقيين على الأرض بعد شجار عنيف، فتوقفت واقتربت بحذر لتجد أنهما ما زالا على قيد الحياة. كان بجانبهما بعض الأكياس وسلاح ناري وحقيبة سوداء، وكان كلاهما يحاول الوصول إليها. المفاجأة كانت عندما استخدمت روز الخيط الذي معها وربطت الرجلين معا، ثم خاطت السلاح بأيديهما بينما كانا ينظران إليها بذهول. بعدها ربطت الخيط بسيارتها وانطلقت، وفي تلك اللحظة أطلق الرجلان النار على بعضهما عن طريق الخطأ. نزلت روز من السيارة، أخذت الحقيبة وضعتها في سيارتها وأكملت طريقها. هنا نكتشف أن روز ليست مجرد خياطة عادية، بل تمتلك عقلا هندسيا وتحسب خطواتها بدقة. وبينما كانت تقود بفرح تذكرت أن الإبرة التي استخدمتها انكسرت، وبقي جزء منها في مسرح الجريمة، ما قد يعد دليلا يوصل الشرطة إليها. عادت لتبحث عنها حتى وجدتها عالقة في يد أحد الرجلين، وعندما حاولت نزعها تحرك الرجل وكان ما يزال حيا، بينما حاول الرجل الآخر الوصول إلى سلاحه. فقامت روز بإبعاده بسرعة وجمعت كل شيء، وقررت أخذ الرجل المصاب معها وترك الآخر في المكان. عند وصولها إلى المنزل ربطت الرجل فاقد الوعي بإحكام بالخيط ورفعته إلى الطابق العلوي لإخفائه، وبدأت تفكر فيما ستفعله به. لكن قبل أن تكمل تفكيرها وصلت أنجل فجأة، فلم تجد روز حلا سوى الخروج إليها وإكمال العمل. هذه المرة أنهت خياطة جميع الأزرار، وما إن غادرت أنجل حتى تنفست روز الصعداء. بعدها صعدت إلى الأعلى لتتفقد الرجل، فوجدته قد استعاد وعيه وبدأ يتحدث بتوتر محاولا شرح ما حدث. أخبرها أنه كان هو والرجل الآخر الذي يدعى جورج في صفقة كبيرة، كان هو المشتري وجورج الموزع. لكن الطمع غلب جورج فحاول الهرب بالمال، ثم أطلق النار عليه فرد عليه بالمثل. وأضاف أن جورج قبل موته سيجعل والده، وهو تاجر مخدرات خطير، يبحث عن قاتله، وأن رجاله سيلاحقون الجميع بما فيهم روز لأنها أصبحت جزءا من القضية. فكرت روز في الهرب، لكنها أدركت أنهم سيعثرون عليها، فقررت البقاء ومواجهة الخطر، وكان سلاحها الوحيد هو الإبرة والخيط. بدأت روز بإعداد الفخاخ داخل المنزل، علقت الرجل وربطت له السلاح، وكل شيء كان محسوبا بدقة وتوقيت. وبعد أن انتهت اختبأت وانتظرت. وبعد قليل دخل أحد الرجال إلى المنزل فحرك الخيط، وسقط الرجل المعلق على الدرج، وانسحب الخيط المتصل بالسلاح، فأطلقت النار. لكن الخطة فشلت لأن السلاح كان فارغا، بينما كان هدف روز أن يبدو الأمر كجريمة قتل حقيقية. هنا تجد روز نفسها واقعة في مأزق حقيقي، فتخرج من الباب الخلفي وتهرب نحو الغابة، لكن الرجل يتمكن من ملاحقتها داخل الغابة ويطلق عليها النار، فتصيب الرصاصة ساقها وتسقط أرضا. تحاول روز الهرب، إلا أن الرجل يقترب منها تدريجيا، ثم يمسك بالخيط الذي كانت تحمله ويخنقها به حتى تموت. بعد أن ينتهي من ذلك يفتح الحقيبة التي كانت بحوزة روز، فيجد بداخلها المال والمتفجرات وجهازا سينفجر في اللحظة التي يحاول فيها أي شخص أخذ المال، لكنه يغلق الحقيبة ويغادر المكان دون أن يمسها. بعد ذلك نعود بالزمن إلى اللحظة الأولى التي رأت فيها روز الحادث. هل تأخذ الحقيبة وتهرب أم تتصرف وكأنها لم تر شيئا؟ في تلك اللحظة تقرر القيام بواجبها وتتصل بالشرطة وتشرح لهم أنها وجدت رجلين ملقيين على الأرض، ويبدو أن مشكلة قد وقعت بينهما. يصل بعد ذلك الشريف الوحيد في تلك الناحية، وكانت امرأة كبيرة في السن، وما إن وصلت حتى لاحظت المكان
وأدركت أن شيئا ما مفقود. روز التي كانت قد أخفت الحقيبة في سيارتها لم تنتبه إلى أن تلك الشريفة تمتلك قوة ملاحظة كبيرة، إذ فتحت صندوق السيارة وأخذت الحقيبة كدليل، واصطحبت معها الأشخاص الثلاثة الذين كانوا في المكان. وهكذا تجد روز نفسها مقيدة داخل مركز الشرطة، جالسة إلى جانب المجرمين الاثنين. وعندما سألتهم الشريفة عما حدث بالضبط، قال جورج إن هذا ليس هو المهم الآن، بل الأهم أن يخرجوا جميعا من هنا قبل أن يأتي والده. لكن الشريفة لم تهتم بكلامه، إذ كانت منشغلة بحفل زفاف أناجيل الذي يتوجب عليها حضوره. هنا نكتشف أن هذه الشريفة هي عمدة القرية، وفي الوقت نفسه قسيسة القرية. عندما رأت روز ذلك بدأت تخطط لكيفية الهروب، وبعد قليل لاحظت المفاتيح موضوعة فوق الطاولة، فتحدثت مع الرجل الذي كان يضع خوذة على رأسه ليعاونها، وأخرجت الإبرة والخيط وقطعة ورق، وطلبت منه أن يعطيها رباط الحذاء حتى تتمكن من الوصول إلى المفاتيح. بعد العديد من المحاولات الفاشلة رمى الرجل حذاءه واقتربت المفاتيح منها قليلا، فاستعملت روز الإبرة والخيط، وهذه المرة نجحت خطتها بالفعل، إذ التصق الخيط بالمفاتيح، وسحب الرجل رباط الحذاء لمساعدتها على جلب المفاتيح وفك قيودهما والهروب. في تلك اللحظة وفي القاعة المجاورة كانت أنجيل تعاني مع فستانها بعدما تناثرت الأزرار أثناء شده، وحاولت تثبيتها بالدبابيس، لكنها كانت تنفلت في كل مرة، فغضبت لأنها تريد أن يكون الزفاف كاملا، وبدأت تصرخ في الجميع. فتدخلت العمدة للبحث عن حل، ودخلت فجأة في اللحظة التي كانت فيها روز والرجل على وشك الوصول إلى المفاتيح. أخذت العمدة روز معها لمساعدة أنجيل، وبالفعل قامت روز بخياطة الأزرار، وبعد أن انتهت أعادتها إلى مكانها، لكن هذه المرة علقت العمدة المفاتيح قريبا منهم، ثم خرجت لإكمال مراسم الزفاف. وهنا أصبح من الصعب عليهما الوصول إلى المفاتيح لأنها كانت معلقة، إلا أن روز لم تفقد الأمل، وبدأت المحاولة مرة أخرى. كان الرجل يرمي رباط الحذاء ليقرب المفاتيح، وفي هذه اللحظة استخدمت روز مهارتها في الإبرة والخيط مرة أخرى، وهذه المرة أصابت المفاتيح مباشرة، وتمكن الرجل الذي يرتدي الخوذة أخيرا من الإمساك بها، لكنه بدل أن يفك قيود روز أخذ الحقيبة وخرج من المكان، ثم رمى المفاتيح بعيدا حتى لا يتمكن أحد من الوصول إليها. بعد ذلك ترفض روز الاستسلام، فتلاحظ كابل كاميرات المراقبة، تقوم بنزعه من الجدار وتقطع السلك وتربطه بالخيط، وتحاول وضع خطة أخرى، وتفكر هذه المرة في استعمال الضوء كسلاح. لكن قبل أن تنفذ خطتها يدخل تاجر المخدرات إلى المكان ويطلق النار على العمدة قبل أن تتمكن من إخراج سلاحها، ثم ينتقل إلى القاعة الثانية فيجد ابنه ما يزال مقيدا، فيتجه نحو روز ليقضي عليها لأنها السبب في كل ما حدث. لكن لحسن حظها كانت العمدة ما تزال على قيد الحياة، فنظرت إليها وغمزتها بعينها، ففهمت روز قصدها. كانت العمدة قد تمكنت من إخفاء سلك الكاميرات داخل جهاز الإضاءة. قامت روز بشد الخيط ووضعته على قدم جورج، وعندما شد الضوء خرجت الرصاصة من مسدسه وأصابته مباشرة في الرأس، فسقط قتيلا. بقي الآخرون ينظرون إلى بعضهم في ذهول، لا أحد يعرف ما الذي يجب فعله. في هذه اللحظة نعود إلى المشهد السابق، حين وصلت روز إلى موقع الحادث لأول مرة، وكانت مترددة تفكر فيما يجب أن تفعله. لكن هذه المرة في النسخة الثالثة من قدرها تختار طريقا مختلفا، وتقرر أن تتابع طريقها دون أن تتدخل. وأثناء عودتها إلى منزلها تمر أمام محل الخياطة الخاص بوالدتها، فتشعر بأن المكان يناديها وأن عليها أن تتصالح مع ماضيها، فتدير السيارة وتقرر الرجوع لأخذ الحقيبة. لكن عندما تصل تجد تاجر المخدرات واقفا هناك وتشاهده وهو يقتل أحد الرجال، فتدير السيارة بسرعة وتهرب، وتتجه إلى مطعم صغير على الطريق لتختبئ. وبعد قليل يدخل عليها الرجل نفسه ومعه ابنه. كانت روز على وشك الموت من شدة الخوف، لأنها شعرت أن نهايتها قد اقتربت. لكن المفاجأة أن الرجل لا يهاجمها، بل يطلب منها المساعدة، ويقول لها إنه بحاجة إلى أن تخيط جرح ابنه. تدخل روز مع جورج إلى الحمام وتبدأ في خياطة الجرح، وخلال ذلك يبدأ جورج بالحديث معها عن والده، وعن الخوف الذي يعيش فيه، وعن المعاناة التي عاشها طوال حياته بسببه. ولأول مرة تشعر روز به وتتعاطف معه، تعطيه الخيط الأحمر وتطلب منه أن يمسكه، ثم تمرر الخيط حول المسدس وتمسك بالخيط الأزرق وتلفه بإحكام. وعندما تنتهي تعطي جورج الخيط الأزرق، فيصبح ممسكا بالخيط الأحمر في يد والأزرق في يد أخرى. وهنا نكتشف أن روز علمته ما يجب فعله في اللحظة المناسبة، وقالت له: عندما يحين الوقت المناسب اسحب الخيط. في تلك اللحظة تدخل أنجيل
وقد كان الدم يلطخ فستانها، فتخرج روز معها لإصلاح الأزرار. وفي الوقت نفسه يظهر الأب على حقيقته ويقول لابنه: إما أن تقتل روز أو أقتلك. تضطرب مشاعر جورج ولا يعرف ماذا يفعل، لكنه ينظر إلى روز التي تعطيه الإشارة فيشد الخيط، فيسحب المسدس على الأرض حتى يصطدم بقدم جورج، فتخرج الرصاصة وتصيبه فيسقط قتيلا. وهكذا تنجح خطة روز. بعد ذلك تأخذ روز الحقيبة وترحل، وتترك جورج مصدوما، وقد حاول اللحاق بها لأنه بسببها قتل والده. لكن في تلك اللحظة كانت روز قد ابتعدت، وعندما تصل أخيرا تفتح الحقيبة وتفرح حين ترى المال، لكن لسوء حظها تنفجر الحقيبة وتموت روز. ثم نعود مرة أخرى إلى مشهد سابق، ولكن هذه المرة لا نعود إلى موقع الجريمة، بل إلى اللحظة التي سقط فيها زر الفستان على الأرض، وكان على وشك أن يسقط في الحفرة. هذه المرة تلتقط روز الزر وتصبر على إهانات أنجيل، وبهذا التصرف لا تعود إلى المحل لجلب زر آخر، ولا تمر على موقع الجريمة في الطريق. بعد ذلك تركب الزر في مكانه وتغادر في طريقها، وأثناء عودتها ترى سيارة متوقفة، وكان صاحبها هو نفسه تاجر المخدرات. لكن في هذه المرة لم يكن سوى رجل عادي يسأل عن الطريق. كانت روز خائفة جدا وتتوقع أن يحدث سيناريو سيء، لكن الرجل بدل أن يخرج سلاحه أخرج المال وشكرها على مساعدتها لأنها أرشدته إلى الطريق الصحيح. وهنا تنتهي القصة اللي بدأت بزر سقط على الأرض. نلتقي في فيديو جديد مع قصة جديدة.